لابي جي طيحود الفشوش اللي ارتكب جريمة بشعة في مدينة أكادير. محمد بن درغو شاب 30 من عمره وأب لطفلة عندها 8 شهور، كان كيخدم في التجارة الإلكترونية، وكان كيتسال واحد ولد برلماني معروف بمدينة أكادير لأنا سميتو ولد الفشوش. كان كيتسالو 272 مليون سنتيم. ومحمد كان باغي يمشي مع صحابو لقطر باش يتفرج في الماتش ديال المغرب وكرواتيا. عيط ليه قال لي عافاك الا كان ممكن توجد لي شي حاجه من فلوس، راني باغي نمشي لقطر. قال لي واخا ما كاين حتى شي مشكل. ولد الفشوش اتفق معاه على اساس انه غادي يعطيه فلوسه كاملين نهار 2 مع 3. ولكن محمد من نهار 2 اللي فات غابر ليه الاثر حتى نهار الاربعاء، حتى لقاو واحد جثه متفحمه في واحد البلاصه خاويه في اكادير. هنا دخل عناصر الفرقه الوطنيه من بعد ما عائله محمد بلغوا على الاختفاء ديالو. غادي يديروا لادين لهذيك الجثه اللي لقاو متفحمه، وغادي يلقاوها هي فعلا ديال محمد بن درغو. هنا اش وقع نهار 2 فاش تلاقى محمد مع داك ولد الفشوش، داه لواحد البلاصه خاويه وكان موجود واحد 5 ديال صحابو، شدوه كتفوه وقشوه بالكابل ديال كاواتشو. وفي الليل هزوه بالطوموبيل داوه لهذيك البلاصه اللي خاويه وكبوا عليه واحد الماده قابله للاشتعال وحرقوا الجثه ديالو. كان كيظن بانه هكا غادي يخفي المعالم ديال الجريمه. وهذا الشيء اللي ولا كيوقع مؤخرا صراحه ولا كيخلع كيفاش ان الانسان ولا عنده سهل انه يقتل انسان اخر. ها هو القاتل عنده 27 سنه، رزع عائلته فيه، شوه السميه ديال الاب ديالو. والمقتول مسكين شاب 30 في عمره، اب لواحد البنيه صغيره، كان كيخدم مسكين في التجاره الالكترونيه وكان ناجح في حياته. وهذه الجريمه هذه جات باش كتذكرنا بجرائم اللي وقعوا الا باغيين كتعقلوا على التهامي، على جريمه ديال انور، على جريمه ديال جيهان. بزاف ديال الناس كانوا ضحايا ديال الاصدقاء ديالهم اللي عطاوهم الثقه العمياء. عافاكم اخوتي، بغيت نقول لكم ما تبقاو تثقوا في حتى شي واحد، لان دابا راه الخوت بعضياتهم ما بقاتش بيناتهم الثقه. ردوا البال لراسكم مزيان.